من قصص الحوامل اللطيفة إن في سيدة حامل في شهرها الثالث بتشتكي إنها بتعيط من حاجات شايفاها عادية جدا، وبتحكي مرة إنها كانت خارجة مع جوزها في عشا لطيف، وبعد ما دخلوا المطعم وأثناء ما بيبصوا في المنيو بدأت تعيط. جوزها بصلها ومش فاهم ايه السبب، وفي الحقيقة هي كمان ما كانتش فاهمة ايه السبب، واللي فهمته منها انها حست ان الاكل اللي هتطلبه الشيف هيقوم يحط نوع من الجبنة بشكل معين هي مش بتحبه، وبرغم انها كانت اصلا بترجع من معظم الاكل ومش بتعرف تاكل كويس، الفكرة دي جت في دماغها، كانت مقتنعة بحقيقتها وعاشت جواها تماما. من هنا زوجها بدأ يقنعها ان الشيف مش هيعمل كده ومفيش اي سبب للقلق ده. كانت النتيجة انها بدأت تعيط اكتر. الرجالة بطبعها ابسط من الكلكعة دي، وتركيز جوزها كان ان هو يقنعها ان الفكره دي مش موجوده، وكان مش فاهم اللي كانت بتمر بيه في اللحظه دي. انا عارف انك بتمري بتغيرات نفسيه شديده في حملك، والتعامل معاها بيبدا بيكي انت. النهارده هكلمك عنها، تعملي معاها ايه. انا دكتور احمد بدر الدين. في أول شهور حملك، بالأخص أول 3 شهور، في اللحظة اللي بتدركي فيها إن في بيبي بيكبر في بطنك، تبدأي تتقلبي جوه خزان المشاعر، وده طبعا بجانب أعراض الحمل من غثيان وتعب وترجيع. تلاقي شوية تقلبات مزاجية عنيفة بين هرمونين، الاستروجين هرمون الحسن والجمال، والبروجسترون ملك الكآبة والانتفاخات والحبوب. ما تستغربيش انتقالاتك السريعة من العياط للسعادة بشكل سريع جدا، اللي سرعتها بتكون أسرع من أي حيوان مفترس على وجه الأرض. الخبر الحلو إن كل اللي بتمر بيه بيتنسى وبسرعة، لأن الذاكرة بتاعتك وانت حامل بتبقى زي ذاكرة البيبي. شفت فيلم دوري ونيمو اللي فات بيتمسح بسرعة جدا. تحب اثبت لك؟ فاكره الفيديو ده اسمه ايه؟ في بدايه شهور منتصف حملك، هي احلى شهور زي ما بقول دايما. غثيان الصبح هيكون اختفى، والاستروجين هيخليكي بتلمعي ويضيف ليكي جمال. هتكوني عرفتي نوع البيبي، تبداي تحسي بحركته، تحسي فعلا ان في حمل وبيبي حقيقي جواكي. فاستمتعي بالفتره دي لان اللي جاي اتقل. في اخر شهور حملك حجم البيبي كبر، هيأثر على راحتك ونومك. ممكن تلاقي نفسك بتنامي وسط الناس عادي جدا. وبنصحك تحاول تخلي مناخيرك سالكه دايما حفاظا على المظهر العام. هرموناتك في الفتره دي بتعمل ايه؟ اكتر حاجه مميزه في الفتره دي هي رغبتك الشديده انك ترتبي وتنظفي وتطبخي. ده ليه علاقه بزياده هرمون اسمه الاوكسيتوسين، اللي بيجهزك وبيجهز جسمك للولاده والرضاعه. تعملي ايه مع كل التغييرات دي؟ انا هقول لك. في الاول انت لازم تعرفي ان اي واحده بتقول ان الحمل ده ايامه كلها حلوه، دي عمرها ما حملت ولا شافت بربع جنيه امانه. فانت محتاجه تقبلي ان الحمل فيه اوقات صعبه كتير، وزي ما فيه اوقات صعبه فيه اوقات حلوه كتير. زودي وجودك مع ناس كانوا حوامل قبليك وامهات حاليا او حوامل دلوقتي، هيكون ده جروب دعم ليكي تشاركوا لحظات التجلي الخاصه بيكم. نصيحه: خدي وقت لنفسك اكتر، تهتمي فيه بنفسك وترتاحي فيه. واهم من ده كله، ساعدي جوزك ان هو يساعدك، بدل ما تديله جرعه من الغضب والنكد بسبب مشاعرك التقيله. افتكر قد ايه هو كائن ضعيف قدام عنفوان هرموناتك. اطلبي منه المساعده بشكل توضحي فيه انت بتمر بايه وانت عايزه ايه. انا كده خلصت، شكرا ليكي.